لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا من أسرفت على نفسك في هذا الشهر المبارك، يا من تظن أن رمضان انقضى وذهب وأن لا حظ لك من هذا الشهر، يا من تظن أن الفرصة انتهت، يا من تظن أنه لم يغتنم هذا الشهر، يا من تظن أن الفرصة ذهبت ولن تعود. اسمع جيدا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت هذه الآية في سياق آيات الصيام لتبين فضل الدعاء للصائم. اسمع، أعلم أنك أذنبت، وأعلم أنك أخطأت، وأعلم أنك لم تقم القيام حقه ولم تصم الصيام حقه ولم. أريد فقط أن أخبرك ومن منا الذي قام القيام حق القيام، ومن منا الذي صام حق الصيام غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أنك في العشر الأواخر إن فاتتك 23 يوما من هذا الشهر المبارك وفاتتك الجمعات السابقة، فلك هذه الجمعة ولك هذا الأسبوع الأخير في رمضان، لك هذا الأسبوع لتغير فيه حياتك. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لك فرصة لا تضيعها، لك فرصة فلم ينتهي شيء بعد، لك فرصة فعليك أن تغتنمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديثان صحيحان متفق عليهما. فماذا تنتظر؟ انهض الآن وقم وصلي وتذكر أن الفرصة ما زالت، لم ينتهي شيء بعد. لماذا أراك بخلت؟ لماذا أراك بخلت وانتهى الأمر؟ لم ينتهي شيء بعد. نحن أبطال ومن عباد الله الصالحين إن شاء الله، فلنقم ولننهض. إن أولي الألباب وأولو الألباب لا يهزمون ولا يخسرون، لأنهم بفضل الله محروسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. فكيف تخسر في هذا الشهر؟ ولن تخسر في هذا الشهر. لا تزال عندك فرصة، ركعتين تصدق فيهما مع الله بنية توبة على كل ما فاتك في هذا الشهر ويغير الله كل شيء. ركعتين تتوب فيهما لله عن كل الذي ضيعته وأسرفته في هذا الشهر ولم ينتهي شيء بعد. وأخص الصيام، إن أفطرت وإن أخطأت وإن فاعلم ما زالت لك أيام. قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم:
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كيف بعد كل هذا الفضل تبخل وتتكاسل وتظن أن الأمر انتهى؟ لم ينتهي شيء بعد. لا تقنع نفسك بكذبة وتجعل بينك وبين رمضان حاجز نفسي ووهم عقلي. لا، وألف لا. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا الحديث في البخاري. فأهم الأعمال التي ينبغي عليك أن تفعلها أول شيء تعلم أنه لك فرصة لتغير حياتك من جديد. لك فرصة، لأن كل ما ستفعله في هذه الأيام سترى نتيجته في باقي السنة. لك فرصة الآن فلا تضيعها. لك فرصة عظيمة جدا. إن ظننت أنك انهزمت وإن ظننت أنك انكسرت فاعلم أن الله عز وجل يناديك ويقول لك فرصة. إن ظننت أنك توقفت وأن الأمر انتهى وأن الأيام انقضت وأنك ضيعت الشهر فاعلم أن لك فرصة. فإن أذنبت فارجع إلى حلقة التوبة استمع إلى حلقة الله ينتظرك. الله أشد فرحا. الله يفرح بعودة عبده وبتوبة عبده. شوف، الله لم يخلقني ويخلقك ليعذبنا. لم يخلقنا من أجل أن نفشل بل لننجح، وأولئك هم المفلحون. لماذا دلنا عن المفلحين ودلنا على الخاسرين؟ ليبين لنا. من يدلك على الخير وعن الشر، يدلك للخير لتسلكه، ويدلك ويوريك ويعلمك أين الشر لتجتنبه. هل يريد بك خيرا أم هلاكا؟ طبعا وحتما خيرا. فإن قراءة القرآن في هذه الأيام، أنت في شهر القرآن، في شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإن الله يريد منك الاقتراب، فإني قريب، وهذه أتت في سياق الصيام. فإنك تتقرب إلى الله في هذه العشر. إن ظننت أن الأمر انتهى، لم ينتهي شيء بعد. لم ينتهي شيء بعد. لك فرصة، لا تنسى هذا الكلام. فلا بد من أن تتقرب بكل الأعمال. به يا سيدي الشيخ، ما هي الأعمال التي ينبغي أن أفعلها؟ نهض. أول شيء تصلح قلبك وتعلم أن الله ينتظرك ولك فرصة. اغتسل وقم وصلي ركعتين توبة لله عز وجل. قم وانهض واعلم جيدا أنك مقبل على الله عز وجل. غير كل شيء من حولك. غير روتينك الذي كان في رمضان ولم يمشي. أنت تلعب بتشكيلة وبفريق، التكتيك ما هوش ماشي، فغير خطتك. 4-3-3 مش ماشية معك، غير 4-2-3 4-2-3-1 أو 4-4-2. غير التكتيك، غير الخطة. فإن لم تمشي معك الأولى غير للثانية، وهكذا. قم وانهض وغير كل شيء حولك. ابتعد عن المشتتات. أنت رأيت، أنت تعلم يقينا ما الذي شغلك عن رمضان. أنت تعلم يقينا ما الذي شتت ذهنك وضيع عبادتك وضيع صلاتك. اقطع تلك المشتتات نهائيا. اقطع علاقتك بالدنيا في هذه العشر. أول عمل هو قراءة القرآن، لأن هذا الشهر كما قلنا هو شهر نزول القرآن، هو الذي أنزل فيه القرآن. ثاني شيء تصدق. الصدقة تطفئ غضب الرحمن جل في علاه. أي صدقة مهما كان، وخاصة إن كانت هذه الصدقة مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتلك الصدقة التي تخرجها، خاصة إن كانت مما تحب، قد تكون سببا في نجاتك. ثم ادعي. الدعاء للصائم دعوة لا ترد عند فطره، وفي باقي اليوم وأنت صائم فلتدعو الله عز وجل، فإنك على عبادة يحبها رب العالمين. يقول أن كل هذه العبادات نعم يحبها الله عز وجل، لكن الصوم ثوابه يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. حتى الملائكة لا تعلم أجر صيامك
قم وانظر إلى هذه الأجور والثمرات، أيام معدودات، لحظات، ثواني. كذلك من أهم الأعمال في العشر الأواخر الاعتكاف، وهي سنة نبوية في العشر الأواخر. وأنت تبحث عن ليلة القدر، تبحث عن ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فما بالك، وتخيل معي أن قراءة القرآن والتصدق والإحسان وبر الوالدين والدعاء والاعتكاف وكل هذه الأعمال والتوبة، قرار التوبة خاصة، يوافق ويصادف ليلة القدر. كل تلك الأعمال كأنك فعلتها لمدة 83 سنة، 1000 شهر، وأنت تعادل 83 سنة و4 أشهر تقريبا. فلتنظر إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذه الأجور العظيمة، لكي يصلح الله حال قلبك ويغير حياتك إلى الأفضل، وأن تتوجه إلى الله بقلب صادق، وأخلص نيتك لله، أنت تريد بهذه العشر وجه الله. وكما قلنا أن الصيام هو أصعب عبادة يدخلها الرياء، صعب يدخل الرياء في الصيام، صعب جدا، إلا على من كانت قلبه مريضا والعياذ بالله. فلذلك علينا أن نتوكل على الله، علينا أن نقبل على الله بقلب سليم. لا تيأس، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله. فلا نيأس من الله عز وجل ومن فضله وعظمته وعطائه الكريم. لا نيأس بأن نقول أن الأيام انتهت، انقضت. لم ينتهي شيء بعد، ولم ينقضي شيء بعد. الفرصة قائمة والشهر لا يزال، وحتى إن كنت تستمع بعد رمضان لا تزال فرصة. حينها سأكون نزلت إن شاء الله تعالى، إن كنا أحياء بإذن الله، إن كان في العمر بقية، نزل الحلقة يعني الأخيرة إن شاء الله، استمع إليها إلى ما بعد رمضان وما العمل. عليك أن تعلم فضل هذه الأيام المباركات، وأن تستغل هذا الشهر. لك فرصة، لم ينتهي شيء بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سهل رضي الله عنه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. رواه البخاري. أيها المستمع وأيتها المستمعة، لا تضعفوا ولا تنكسروا، لا تصدقوا كلام الشيطان وكلام الهوى، واعلموا جيدا أن هذا الشهر يدخل ولا يخرج إلا بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. رغم أنف هو تعبير يعني بليغ، تعبير فيه بلاغة، يقصد به الذل والمهانة والهوان والضعف والخسارة. والرغام هو التراب، أي التصق أنفك بالتراب، فكأن وجهه أصبح ملتصقا بالتراب لخيبته وخسارته. فهذا الحديث يصف رمضان بأنه فرصة مغفرة حتمية، فلا بد أن لا تضيعها. فقال: فمن أدرك هذا الشهر بما فيه من الخيرات والبركات، ومن تصفيد للشياطين، وفتح لأبواب الجنة وإغلاق لأبواب النار،
ومضاعفة للأجور وقيام والصيام وكلنا متحمسين مع بعض وتحفيزات داخلية وخارجية ونفسية ومعنوية وأولية ثم خرج بعد كل هذا وكل هذه التهيئات منه دون أن يغفر له، فقد فرط في أعظم مواسر من رحمتي. فلذلك انهض الآن، لك فرصة عظيمة، انهض الآن. وجعل صلى الله عليه وسلم الصلة بين الثلاث، القاسم المشترك في الحديث، الفرصة السهلة الممتنعة. فرصة سهلة جدا لا تضيعها. فصلى الله عليه وسلم يعني قال عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يسيرة، صعب أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مش صعبة يعني. وبر الوالدين باب مفتوح للجنة، صعب؟ ما هوش صعب. ورمضان شهر الرحمة، كل الناس بتعبد، ما عندكش فرصة للتكاسل وتقول يا أصحاب السوء اللهم أنت عاد مختار شياطين تصحبهم لا يعبدون الله حتى في رمضان. تعال المنافقين ويعبدون في رمضان، فما بالك العوام ويعبدون في رمضان، ما بالك. فالخسارة هنا ليست لنقص في فضل الله والعياذ بالله، بل لتقصير من العبد. فلذلك إذا فهمنا هذه المعاني وعلمنا جيدا أن رمضان مليء بالبركات، أن الحديث يعني يتحدث عن فضل هذه الثلاث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين وشهر رمضان. فهذا الشهر يكون فيه عتقاء من النار. قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وهذا رواه البيهقي وصححه الألباني. وفيه ليلة القدر، فكما قال صلى الله عليه وسلم فمن فاته، يعني معنى الحديث أنه من فاته خير هذه الليلة فمن حرمها فقد حرم، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حرم الخير كله كما ورد في الأثر. وقال صلى الله عليه وسلم من سلخ فهو يوحي بمرور الوقت بسرعة البرق. عليك أن تغتنم هذه اللحظات والأيام تمر. اليوم 23 رمضان، احنا داخلين الليلة وقت اللي تنزل الحلقة إن شاء الله هي ليلة 24 من رمضان. عليك أن تنهض وأن تقوم وأن تتوكل على الله، وأن تعلم أن الله عز وجل ينتظر عودة، ينتظر صوتك. قسم وقتك ولو ركعتين، ابتدئ هكذا ولو ركعتين، دعوة خالصة لله. كل الهموم الذي في قلبك أخرجها لله في هذه الليالي المباركات، في أفضل ليالي السنة. كل الغموم والهموم والمصائب والمكائد والآلام، كلنا ما أنت بتشتكي طول السنة، ما بتشتكي الليل، أنت بتشتكي كل السنة على مدار السنة كاملة، وأنت تشتكي للناس. والله ستبقى في هم وغم إن لم تقم وتنهض لله وتشتكي لله. يكفي شكوى للناس واشتكي لله، اعتز بالله عن كل العالمين. واعلم أن لك فرصة في هذا الشهر المبارك من أجل أن تتغير كل حياتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يغتنمون فرص هذا الشهر المبارك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين المباركين.